اليوم الأزمة السورية في سوريا طالت 12 عاما، لكن هذا العام وخاصة نحن على مشارف نهاية عام 2022 الشعب السوري يعاني ويواجه تحديات ومصاعب المعيشية بشكل كبير. يعني هو الآن يفتقر إلى أبسط المقومات الحياتية. هذا بالنسبة للشعب السوري بشكل عام. بشكل خاص هناك أيضا منطقة الشيخ مقصود ونازحي عفرين في الشهبة، هم أيضا يعانون من الأزمة المعيشية، أي يفتقرون إلى المقومات الحياتية اللازمة لهم. لكن الذي زاد الأمر سوءا هو الحصار الجائر بحق المنطقتين، كل من حي الشيخ مقصود والشهبة. اليوم الحصار المفروض على المنطقتين هو ممنهج، وهو حصار على يمنعون عنهم الوقود والحطب والأدوية والمواد الغذائية، حتى الإغاثة التي كانت تأتي كل بين حين وآخر أيضا يمنعون من دخولها. أصبح هذا أكثر من 3 أشهر. طبعا هذا الحصار الجائر المفروض على المنطقتين، منطقة الشهبة وحي الشيخ مقصود، كما قلت مسبقا هو ممنهج وأيضا مدروس، وهو الذي يفرض هذا الحصار طبعا هو بحجة الفرقة الرابعة. من هم الفرقة الرابعة؟ الفرقة الرابعة طبعا هم وجه من وجوه الحكومة السورية، يعني بزريعة الفرقة الرابعة هم يضغطون على الشعبين، على الشعب في حي الشيخ مقصود وفي منطقة الشهبة. طبعا كما قلت قبل قليل هو ممنهج نتيجة ماذا؟ نتيجة التقارب التركي السوري. طبعا لا ننكر بأن في البداية عندما اقترح أردوغان هذا التقارب التركي السوري، لا ننكر الأمر بأن الحكومة السورية في البداية كان موقفها إيجابي برفضها لهذا التقارب بحجة أن يخرج المحتل التركي من كافة الأراضي المحتلة بدءا من عفرين ورأس العين وطل أبيض وإدلب وعزاز وجرابلس والباب. بعد ذلك تتم المصالحة أو التقارب، لكن هذا الموقف ليس حاسما، بالعكس ما زال هناك اتفاقات استخباراتية بين الطرفين وتحت الطاولة، ونتيجة هذا الحصار هو نتيجة الاتفاقات التي هي بين الطرفين. هم يضغطون على منطقة حي الشيخ مقصود والشهبة طبعا عن دراية، لأن أردوغان رغم احتلالاته لبعض المناطق خاصة عفرين ورأس العين وطل أبيض، لكن هو في النهاية لم يصل إلى مبتغاه، لذلك لجأ إلى مسألة التقارب. فاتفق الطرفان على الضغط على مناطق الإدارة الذاتية، وذلك للقضاء على مشروع الإدارة الذاتية. يجب على الحكومة السورية أن تعي تماما بأن حكومة أردوغان هي نواياها السياسية قذرة جدا، وهي تريد من هذا التقارب التوسع في احتلالاتها، يعني تريد أن تعيد أمجادها العثمانية. لذلك على الحكومة السورية أن تعي تماما هذا الأمر، وأن تلجأ إلى شعبها، وأن تفك الحصار عن المنطقتين حي الشيخ مقصود والشهبة، لأن الشعب الذي يعيش في حي الشيخ مقصود وفي الشهبة هم سوريين وليسوا من كوكب آخر. لذلك عليها أن تلجأ إلى الحوار السوري، لأن حل الأزمة السورية لن يأتي عن طريق أستانا، ولن يأتي عن طريق جنيف، ولن يأتي عن طريق سوتشي، إلا عن طريق الحوار السوري وفي دمشق.
لأن أردوغان هو اليوم لا يريد حل الأزمة السورية، بل على العكس تماما يريد إطالة الأزمة السورية ليستفيد أكثر من احتلالاته في المناطق السورية. لذلك مرة ثانية نحن كمجلس سوريا الديمقراطية أبوابنا مفتوحة للحوار السوري، ولسنا مستعدين لتقديم التنازلات، وإنما نحن مستعدين لتأمين الأمن والأمان والاستقرار للشعب السوري، ومن أجل أن تكون سوريا جديدة، سوريا ديمقراطية، سوريا تعددية، سوريا لا مركزية.